ازيكم؟ انا عمر. ولو ما تعرفنيش فانا لاعب فيفا من 2018 وشاركت في 3 بطولات خسرتهم التلاتة واربع نقاط تحدي شهرية في السيزون ده. خسرت التلاتة وكسبت واحد وخدت الصورة، بس ضاعت مني بسبب جليتشات. وصلت بطل فيفا مرة واحدة تمام. وفي القناة دي الحلقات بتبقى كل من سلسلة زي سلسلة من الصفر للأشهر في القناة وسلسلة التجارب اللي قبلي. فحط لايك وشيك في القناة وبس، خليكم على الفيديو ومشاهدة ممتعة. متأخر في شرح الحدث بس من تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. فبإذن الله هشرح لكم حدث النهاردة، حدث الأبطال. فيلا على طول نخش في شرح الحدث غير متطول. فبسم الله الرحمن الرحيم، أول ما تخش حدث فيها هتلاقي القسم ده قدامك، هتلاقي فيه تصريح الأبطال. لو دخلت عليه زي أي تصريح نجم عادي تعودنا عليه، بس الغريبة إن أنت ممكن هتلاقي هنا بتقول 94. وده مش غريب بقى، لان اللعبه دايما بتعمل كده، بتنزل كل لاعب بتاع الحدث اللي فات، الفاير بات اللي فات، او التصريح الابطال اللي فات فيه، او عامه التصريح اللي قبليه كده. تمام زي ما انت متاكد. تمام. وهنا بيقول لك اما هنا بقى قصدي، يعني هنا بقى كل شيء عن الابطال. هتلاقي ان مثلا مهام الابطال، يعني دخلت كده هيوديك لقسم المهام، وده متعودين عليها من حدث توتي. فيعني وبرضه هتلاقي ان تحدي الابطال عادي هنلاقيها زي العادي. وعايز الابطال ده بقى هتلاقيه في المتجر، وبرضه زي توب. تمام. وتالت حاجه معانا هي مقايضة الابطال. دي المقايضات العاديه اللي بتلاقيها موجوده، تستعمل منها شويه مقايضات ما تبدا، او هتعمل مقايضات النهارده او بعد تقريبا يومين من بدايه الحدث، كله بتبقى حاجات وحشه. تمام. اما هنا بقى بيقول لك القوه القصوى، دي جمع مكافآت. طبعا بيقول لك لما تجمع المكافآت النهائيه في فصل المحرك تراك باس ومكافآت الانجاز، هيديك قوة قصوى. أو البتاع ده هيديك مليون جنيه من الآخر. هو تقريبا عايز بس أفتح حاجة من الآخر، بس هو النت معاك. هو بيقول لك إن تراك باس والتريكي باس بياس تقريبا، أيوه البتاع ده اللي هو هيفتح كمان 6 أيام تحرير مكافأة الإنجاز. لما تفتحه وتخلص المكافآت النهائية منه، فصل المحرك وفصل البتاع ده عشان اسمه غريب صراحة، هيفتح لك مليون جنيه. يبقى شكلهم مساعدين طالما هيديك مليون جنيه. اما هنا هيديك 3 لعيبه من لعيبه، مش فاكر يا جماعه كانت اسمهم ايه، بس تعالوا نفتكر اسمهم مع بعضينا. لاعب تصنيف عالمي، هيديك ماسكرانو و2 دوليك، دي لما تخلص في فصل الموسم اللي هو هيفتح كام 13 يوم. اما النار والجليد ده بقى هيديك باكات، يعني اشبه بباكات معفنه، او هي حرفيا باكات معفنه. بيقول لك لما تخلص مكافاه ان هي فصل التجميد السريع وجندي القطب الشمالي هيفتح لك ده. بقى يا جماعه من الاخر ما حرفيا ما تقدمش على المكافآت دي، لان هما التلاته معفنين. طب نخش بقى على القسم التاني. القسم التاني ده بيبقى عبارة عن لعبات يومية، أول ما بتخلصها بيديك تذاكر الأبطال. طب هتقول لي تذاكر الأبطال دي هتعمل بيها إيه؟ لحد الآن أنا شايف إن تذاكر الأبطال تقريبا هتفتح بيها هنا لسه، عشان ما رحتش بتاع اللي بعده أكيد. فمهم يعني تذاكر الأبطال لحد دلوقتي تقريبا، لحد وقت في الفيديو ده، الفيديو اللي الحتة دي بتفتح بيها هنا بس، في البحث عن المجلد البتولي هنا بس. وفي غضون ذلك ممكن تتفرج على الفيديوهات زي ما انت شايف. بيقول لك تعال نقرا بقى من ورا. بيقول لك اكمل أكاديمية الأبطال للحصول على تذاكر الأبطال، استخدمها في البحث عن مجلة البطولي. يعني زي ما قلت لكم دول بس بيفتحوا لك هنا. جماعة بقى ايه ده؟ في هنا برضو بيقول لك أكمل 25 بعثة أبطال. يعني يا جماعة أكمل 50 بعثة أبطال، دي بعثة أبطال المفروض يعني. فبعثة الأبطال دي ايه ده؟ ثانية يا جماعة ايه ده؟ شيء ما يحدث في العالم. بيقول لك كم نشر أبطال لإنقاذ العالم. تقريبا يا جماعة بيقول لك بتبدأ بعثة الأبطال لو عملت 100 بعثة أبطال. 50 بعثة أبطال يا جماعة هتاخد من هنا، يعني هتستنى 50 يوم علشان تقدر تعملها وتاخد المكافآت دي كلها. لازم تعمل 50 بعثة أبطال. ده من بعثة واحدة بتاخدها كده. بيقول لك لا يا جماعة مش كل 50 يوم، بل كل 6 ساعات. 6 ساعات تخش اعمل كمية بعثة أبطال واطلع من اللعبة، لأن لو جمعت 50 بيديك مكافآت قوية جدا زي ما انتم شايفين. لاعب 94 ولاعب من 89 92 قابل للمقايضة، و2 لعيبة 2 مسكون. وكمان 10 هيديك دول كلهم، واحد مسكون و3 دولك، وهنا هيديك لاعب ده. فيا جماعة دي يعتبر من أهم حاجة لحد دلوقتي شفناها، هي دي بعثة الأبطال، اللي نعمل مجانية ومش محتاجة وقت. وهنا بقى صراحة حاجات معفنة ملهاش فايدة. وده طبعا عرض اللعيبة اللي بيزولونا بيه كل حد.
ها هو المحرك. بيقول لك اربح قطعة توكن المحرك لما تربحها. ده ريميري. بيقول لك يا جماعة المفروض بعد ما تعمل دي وتلعب الحركات المهارة دي تربح قطع المحرك. قطع المحرك دي بتفتح بيها هنا توكن الفولت. كل ما تخلص هنا طبعا أول ما بتفتح بيهم هنا، أول ما تخلص المسار تقعد تفتح عادي يا جماعة بتوكن المحرك، بتوصل لشعار المحرك. والله يا جماعة ريميري شكلها حلو. بتاخد حاجة من دي، لا ده ريميرين، ده ماسترون، ولا ده من 97 وفي الغالب خد ريميرين وابن الناس. وتتغمض في الطريق. بعد ده هيجيلك لاعب غامض تاني. يعني بعد ريميرين ده يا جماعة بنسبة 100% هيجي لاعب غامض تاني غير ريميرين. دي حاجة مؤكدة طبعا من اللعبة، لأن بيقول لك موضوع إنسان. وطبعا لسه باقي الحاجات ما اتفتحتش، فأكيد يعني لما تفتح هحاول إن أنا أشرحها لكم، لأنها أكيد هتبقى أصعب. طب يا جماعة برضو ما بين الفيديو صغير شوية هيبقى صغير شوية، فممكن نشوفوا اللعيبة اللي نزلت مع بعضينا، عشان أنا صراحة لسه لحد دلوقتي مشفتهمش. ما تقوليش اللي هم لاعبين بس أيوة يا جماعة لاعبين بس اللي كانوا موجودين هم دول اللي كانوا موجودين في شاشة العرض، يعني لسه منزلش لعيبة أكتر من كده. فبس كده يا جماعة، دي تقريبا كانت نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. أشوفكم فيديو جاي وشرح جاي. بس مع السلامة.